السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بألف خير متابعين الكرام. قصتنا اليوم عن امرأة سعودية اسمها حليمة. كان زوجها متوفي وكانت لوحدها تعيش في مكة، وكان لديها 3 أطفال رزقت، وكانت تربي أولادها على البر والتقوى، وكانت حليمة على قد حالها. وفعلا بعد مرور موت زوجها قامت تشتغل، وكان الله يرزقها، وفعلا اشتغلت وفتح الله عليها، وكانت خلوقة وتحب الإحسان، وكانت تحب الإحسان في جميع الأماكن، وكان حالها على الله. وكان لديها 3 أطفال، وبعد فترة ذهبت لشراء من السوق أشياء للبيت، ولقت شاب يمني في السوق، وكان الشاب يبكي، وراحت حليمة لعنده وقالت له: ما تحتاج؟ الشاب اليمني يبكي، وحليمة سألته، قال لها: والدتي مريضة وتحتاج عملية في اليمن، وأنا لا أجد تكاليف العملية. وكانت حليمة لا تمتلك من المال غير شيء معين، وقامت تسأل الشاب اليمني: كم تحتاج أمك في العملية في اليمن؟ أجابها الشاب اليمني قال: تحتاج 20,000 سعودي. وكانت حليمة إنسانة مستضعفة في السعودية، وقالت للشاب اليمني: لا تبكي، سأعطيك 20,000 سعودي، انتظر هنا. وقامت حليمة وراحت إلى البيت، وكانت لا تمتلك غير 21,000 سعودي. وقامت حليمة بأخذ المبلغ، وما خلت إلا 1000 سعودي في البيت، وذهبت إلى الشاب اليمني وأعطيته 20,000 تكاليف العملية لأمه، وأنقذت الشاب اليمني. وبعد مرور فترة عادت حليمة إلى البيت بعد ما الشاب قام بالدعاء إلى حليمة، لأجل أنها حليمة قامت بإنقاذه وأعطيته كلا ما تمتلك من النقود في منزلها، ولم يبقى معها إلا 1000 ريال سعودي. وقام الشاب اليمني بالدعاء إلى حليمة، قال: اللهم استر عليك دنيا وآخرة، كما أعطيتني تكاليف عملية أمي، سيعطيك الله
من ما سيرزقك الله من ما رزقتيني. اللهم استر عليك دنيا وآخرة. اللهم اجعل هذه الذي أعطيتيني يعوضك الله في الدنيا والآخرة. وسبحان ما حصل لحليمة بعد إنقاذ الشاب اليمني بعد مرور 4 سنوات. اليوم حليمة تمتلك أكثر من 40 مليون سعودي بدعوة الشاب اليمني الذي أعطيته حليمة تكاليف العملية. من ستر عورة مسلم ستره الله. نستفيد من هذه القصة التعاون في البر والتقوى. ليصلكم كل جديد اضغط لايك والاشتراك بالقناة.